كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير كتاب الله. تعالوا بقى اوريكم سحر ومصيبة اقوى من دي 100 مرة. سحر بنجاسة بعقد. بناء على رغبة بعض الاخوة ان احنا نعمل فيديو ازاي نفك الحجاب السحر مع بعض، عملنا فيديو عملي نوريكم ازاي لو لا قدر الله لقيتوا سحر او حجاب فوق الدولاب تحت السرير او في اي مكان تفكوه لوحدكم بدون تدخل اي شيخ. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هوريكم ازاي نكون سبب في ابطال السحر المرشوش. يلا نشوف الطريقة الصحيحة والعملية لفك الحجاب. هنبتدي مع بعض تجربة عملية ازاي تفكوا السحر بنفسكم سواء كان حجاب او غيره. وهنبدأ دلوقتي بالحجاب. اولا لازم تقرأوا سورة الاخلاص والفلق والناس 3 مرات. بعد كده نشوف هل الحجاب ده فيه طلاسم وكفر بالله واسحار ولا ايات قرآنية. واول حجاب هوريه لكم ده فيه سورة الاخلاص. بتكون طبعا هي مقفولة مربعة، وبعد كده بيقول لك حطها في جيبك او محفظتك او تحت المخدة او في عربيتك او في شنطتك، على اساس ان دي هتحفظك. وطبعا مستحيل دي تحفظك، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. واما الايات القرآنية مش هي اللي بتحفظ، الله هو اللي بيحفظ. وامتى تكون سبب الحفظ؟ لما تتلوها بلسانك بحضور قلبك ويقين بالله مظبوط ان هو يحفظك. اما دي نعمل فيها ايه؟ دي نحرقها، ما تخافوش منها. ندخل بقى على الأحجبة الحقيقية زي ده. أول حاجة عشان نشتغل مع الحجاب ده لازم نفتحه. في نوعين من الحجاب، حجاب زي ده ممكن يدخل له مية ويبوظ، وخاصة لو كانت مية قرآن. وفي نوع تاني بيكون مغلف بكيس عشان المية ما تبوظوش. تعالوا نفتح مع بعض ونشوفوا أي نوع ده. ممكن واحنا بنفتحه نقرأ الإخلاص والفلق والناس. ومن باب المعلومة إن سورة الإخلاص والفلق والناس أقوى سور لفك السحر والحسد في القرآن كله. أقوى من سورة البقرة؟ أيوة، أقوى من سورة البقرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهو ده شكله، مش عارف شايفينه ولا لأ. أيوة طلاسم طلاسم. انت مش خايف يا شيخ؟ اخاف ازاي والله معنا. على فكرة السحر ده اختي لقيته وقلت ان يكون سبب في ابطاله مع بعض. هنتكلم ان شاء الله في مرة ايه هي الحروف دي وبتدل على ايه، وايه هي المربعات دي وليه فيها ارقام بعض الاوقات. نعمل ايه بقى في حاجة زي كده؟ اولا نجيب ملح ونحط مثلا قد كف ايدينا كده، وبعد كده نصب مية عادية من الحنفية. يا جماعة احنا مقطعين، اشربوا مية مصرية بس. وبعد كده نقلب المية ممكن بمعلقة، عشان نسيت اجيب المعلقة. ممكن نقلبها بايدينا برضو عادي. نخلي الملح يدوب، نقرب نفسنا منه ونقرأ بنية ابطال السحر. ونقرأ قل هو الله احد 3 مرات، وقل اعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل اعوذ برب الناس 3 مرات، وكفى. عارفين امتى كفى؟ لما تكونوا فاهمين معناها ايه. بس ما تنسوش تدوبوا الملح. بعد كده يا جماعة نحط الورقة كده في المية، نغطسها، ولو تلاحظوا المية بدأت تلون. ممكن نسيبها شوية لحد ما تفك، وخلاص كده السحر أبطل بفضل الله. مش محتاجين نحرقه، ولو حرقتوا الورقة بعد كده مفيش أي مشكلة. هل ممكن نحرقها على طول؟ ممكن تحرقها على طول لو مش جواها حاجة. تعالوا بقى اوريكم سحر ومصيبة اقوى من دي 100 مرة. سحر بنجاسة بعقد. مش عاوز اقول لكم الريحة عاملة ازاي. اولا في قشر تعبان. تاني حاجة انا مش عاوز امسكها بايدي، هوريكم دلوقتي خيط قوي معمول عليه عقد. شوفوا السحر مربطه ازاي، وبالعقد اللي فيه كتير قوي ازاي. عشان ما اطولش عليكم الفيديو هوريكم المرة الجاية ان شاء الله ازاي نفك السحر اللي بالعقد. عندنا حجاب تاني معمول بالقلم الجاف.
ده نحرقه على طول. لا بس ده مش هجاب، ده الدجال ولا ساحر ولا حاجة. الدجال لما ينصب على الناس اللي هي مش فاهمة ورايحة للسحر عشان تسحر لناس أو تعب أو محتاجة هي سبب في الحفظ، وبتتخلى على الله وتتمسك في ساحر كافر، بيضحك عليها شخبطة وقال إيه ده سحر، وضحك عليها وهو من سحر ولا ليه أي لازمة، ده يترمي على طول. أما اللي بالحبر احرقوه على طول. هنتكلم ان شاء الله في مرة ايه هي الحروف دي وبتدل على ايه، وايه هي المربعات دي وليه فيها ارقام بعض الاوقات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.